شاء الله النهارده هنقدم وصفه سهله وبسيطه، الوراك المحشيه او الحمام الكداب. دلوقتي انا خليت واحد، هو مخلي قدامكم جاهز اهو، زي ما انتم شايفين مخلي ما فيهوش عظم خالص وجاهز على الحشو. وواحد سليم قدامي اهو، هخليه معاكم عشان تشوفوا بيتخلي ازاي. طبعا الفراخ منقوعه ومغسوله في ملح وليمون وخل. وطبعا ما بتفتحيش دي للاخر عشان تحشي في قلبها من جوه من هنا الرز. اهي كده الورك اتخلق سهل خالص وما خدش وقت معاكي وبسيط اهو. ودلوقتي ان شاء الله بعد ما خليناه كده عندي الاتنين اهمت، هنتبله، هنسيبه ساعه كده في التتبيله. التتبيله دي عباره عن شويه ملح، حبهان، 3 فصوص ولا 4 زي ما تحبي عادي، شويه فلفل اسمر، بهارات فراخ وبهارات لحمه، وشويه قرفه مطحونه. دول هنقلبهم مع بعض ونحطهم تقلبيهم مع بعض عشان تحطي في قلبهم الفراخ تتبليها بيهم. وتجيبي معايا شويه خل، هتحطي برضو شويه خل. دلوقتي ان شاء الله هنعمل الحشو بتاع الوراك. هنجيب بصلايه هنقطعها دلوقتي زي ما انتم شايفين في معلقه سمنه ومعلقه زبده، ونحطها على النار ونفضل نقلب كده لحد ما تدبل خالص. انا هحشي الوراك ان شاء الله برز بكبد وقوانص. عايزه تعمل ما عندكيش كبد وقوانص عادي ممكن تحشيها برز عادي، تحمري بصلايه برضو وتحطي رز بس من غير كبد ولا اي حاجه.
عايزه تحشيه برز بالخضار بالبسله بالجزر برضو زي ما تحبي. انا هعمله بالكبد والقوانص. دلوقتي البصل احمرت معايا. هنحط الكبد والقوانص طبعا متقطعه زي ما انتم شايفين، بس لازم تكون درجه الحراره درجه النار عاليه عشان الكبد والقوانص ما تنزلش الميه بتاعتها، لان لو الكبد والقوانص نزلت الميه بتاعتها هتخلي الرز زفر جدا. لازم تكوني معليه النار كده وتفضلي تقلبي عشان تخليها محتفظه بالميه بتاعتها، ما تنزليهاش في البصل وفي الرز. هتقلبي كده، خليكي تقلبي لحد ما تشوحي الكبده مع البصل شويه. ترشي شويه ملح وشويه فلفل اسمر. طبعا عندي هيكون الرز انا غسلاه ومصفياه. طبعا الرز على حسب عدد الوراق اللي انت عاملاه. انا عامله 2 بس فمش مكتره الرز، بس تخليكي تشوحي الرز مع البصله والكبد والقوانص شويه قبل ما تحطي الميه. نحط عليه شويه فلفل اسمر وشويه بهارات وشويه قرفه مطحونه، خلي الرز جميل جدا كده. الرز بالبهارات والحاجه، وتكوني عامله طماطمايه مبشوره تحطي منها معلقه، او ممكن تجيبي صلصه عادي. لو مش عايزه تبشري الطماطم ممكن تخرميها في الخلاط وتحطي معلقه صلصه، هي بتديها نفس بس ونكهه يعني مش اكتر. مش حباها ممكن ما تعملهاش عادي براحتك. دلوقتي الرز اتشوح، هنزوده ميه بس مش كتير عشان احنا عايزينه نص سوا، مش مستوي خالص، عايزينه نص سوا لانه لسه هيستوي في الوراق وهي بتستلق. يعني تحط مثلا كوبايه الا ربع او نص كوبايه ميه وتعلي النار لحد ما تغلي وتتشرب، ونهدي عليه. وبعد كده هوريكم لما يستوي ونحشي بيه الوراق ان شاء الله. دلوقتي زي ما انتم شايفين الرز ده بقى نص سوا، مش لازم يكون مستوي خالص طبعا. دلوقتي بقى هنبدأ نحشي. هنفضي شوية رز بس هنا، نفضي شوية بشوية عشان يبرد لانه سخن جدا. اهو قدامي بصي الحبايه جامده مش مستويه عشان ما يعجنش، لانه طبعا لسه بيستوي في قلب الوراق وهي بتتسلق. ودلوقتي هنجيب ستريتش هنحطها على الطبق كده زي ما انتم شايفين، ونجيب الورك نحطه عليها. ونبتدي نحشي كده. طبعا هتدخلي في الحته اللي مفتوحه دي، عشان كده بقولك ما تفتحهاش لحد الاخر
عشان الرز ما يقعش من قلبها. دخلت الرز في قلبها كده، زي ما انت شايفه كده، سهله خالص. وبعد كده هتجيبي كده، هتلفي الورك كده، وبعدين تجيبي بعد الاسترتش، بس طبعا تتأكدي ان هو مقفول كويس، وتلفي عليه كده. بصي تضغطي جامد كده عشان ما يفكش من عليه. كده هتلفي بقى حلو، بس تتأكدي طبعا ان انت قافله حلو زي ما قلنا. وهتيجي هنا من الطرف تلفي كده، ومن الطرف التاني برضو عشان ما يفكش وهو في الشوربه. زي ما انتم شايفين قدامي كده اهو. بعد كده هنجيب الورق، ورق الفويل، وتحطيها في قلبه كده. زي ما انتم شايفين كده هنلف كويس جدا برضو. طبعا انا ما حطيتش الورق الفويل على طول علشان بيقولوا له اضرار، طبعا مش كويس ان انتوا تحطيه على الفراخ على طول كده، لازم يبقى فيه حاجه تحته، وكمان الاسترتش اللي تحته عشان يمسك الفراخ كويس ما يخليهاش تبك. كده الورك بتاعي جاهز على السليق. هجهز التاني وارجع لكم. دلوقتي طبعا اللي بتغلي قدامك اهي، كده الوركين الاتنين جاهزين. الاول هنحط قبل ما نسقط الوراك في الميه، هنحط بصلايه في الميه، نحط ورقتين من ورق اللوري، وحط شويه قرفه ناعمه. ولو عندك قرفه خشب برضو تحطي حته، تخلي ريحتها حلوه. وتحطي فصين حبهان زي ما شايفين كده، وتحطي شويه فلفل اسمر، وممكن برضو تحطي شويه بهارات، وطبعا الملح. كده الميه بتغلي اهي، جاهزه بقى تحطي فيها الوراك. بسم الله. وهتسيبيها تغلي لمده ربع ساعه كده، تغلي والنار عاليه، وبعد كده تهدي عليها تبقى النار وسط. وتقريبا بتقعد على البوتاجاز من ساعه الا ربع لساعه كده تقريبا عشان تبقى استوت حلو والرز استوى حلو جواها. وهوريكم لما تطلع وتستوي وهحمرها قدامكم، استنوني. دلوقتي يا حبيبي طلع من الميه بعد ما اتسلق، وبصوا جميل جدا ازاي، ولا فك ولا الرز خرج منه ولا اي حاجه. طلعته من الميه وفكيته بالراحه وانت بتفكي الورق، بس لازم تفكي الورق وهو سخن. ودلوقتي اهو جميل جدا وماسك نفسه، بس انا مش عارفه امسكه عشان سخن، بس لسه طالع من الميه.
ولازم تسيبيه لحد ما يبرد خالص وبعد كده تحمريه، عشان لو حمرتيه وهو سخن هيفك منك وهيتهري، وممكن الرز يقع ويبقى مش لطيف خالص يعني. هو دلوقتي هنسيبه يبرد بقى براحته وبعد كده هنحمره. ودلوقتي بعد ما حمرنا الاوراق بقى اهي شغاله بعد التحمير. حمرناها في طاسه ومعلقه زيت ومعلقه زبده، تحمريها. ولو انت حابه تحطيها في الفرن ممكن تدهنيها زيت او سمنه او شويه صلصه وتحطيها في الفرن تتحمر زي ما انت عايزه، بس انا حمرتها في الزيت. ودي شكلها اهو بعد التحمير، شكلها جميل جدا وريحتها جميله. وجنبها مكرونه بصلصه، وجنبها طبق رز من الرز اللي احنا حاشينها بيه الفراخ فوط، فممكن برضو تعمليه سوا وتحطيه جنبها، تبقى سفرة جميلة. وبالهنا والشفا، نورتوني في مطبخك. استنوا الحلقة الجاية ان شاء الله.